7 وصفات يعني 7 أكلات جديدة، يعني menu جديد فيه 7 وصفات وأكلات جديدة للغدا، أفكار جديدة هتعجبكم جدًا. بس أحلى حاجة في المنيو كمان إن هو سريع وسهل وبسيط، مش هياخد مننا وقفة كتيرة في المطبخ، وهيبقى مريح جدًا بالنسبة لوصفات الصيف وأكلات الصيف. تعالوا نشوف أول وصفة معانا هتكون إيه. قبل ما أبدأ معاكم الفيديو النهاردة، أنا هالة أبو بكر، يا ريت من فضلكم تعملوا للفيديو لايك وشير. أول وصفة معانا هتكون فراخ بصوص كريمي حلوة جدا، سهلة وبسيطة، وبالنسبة للحر اللي احنا فيه فهي منجزة، مش من الأكلات اللي تخلينا حرانين يعني واحنا بنعملها أو احنا بناكلها عموما. تعالوا نشوف عملناها ازاي بأبسط طريقة، وإن شاء الله أنجح طريقة. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ على طول. طبعا عندي صدرين فراخ زي ما انتم شايفين كده، صدور عندي كاملة، أنا مش مقطعاها لسه ولا أي حاجة. غسلتها كويس قوي قوي، وهبدأ بقى اخدها كده شرايح سميكة. انا مش عايزاها تبقى زي البانيه، لا انا عايزة مثلا اخد الصدر على 3 شرايح بس بالكتير قوي. زي ما انتم شايفين كده الشريحة عندي سمكها يعني معدي الاتنين 3 سنتي. خلاص كده زي ما انتم شايفين بالظبط. كل صدر عندي هاخده بنفس الشكل، هاخده على 3 شرايح، هقطعه 3 شرايح متوسطين. طبعا احنا عارفين الصدر ده لو بانيه هنطلع منه مثلا على الاقل 5 6 قطع، لان بيكونوا رفيعين، ولكن انا اخدتهم عملت منهم 3 قطع بس. هبدأ بقى اخد كده الشرايح كده اللي بعد ما عملتها اقطعها طبعا شرايح طولية. هنا بقى انا عايزاها رفيعة على قد ما اقدر يعني، مش عايزاها برضو تكون سميكة. اهم حاجة اهم حاجة ان احنا نكون غسلينهم كويس جدا جدا بالملح والليمون، وكمان مصفينهم. عايزه اقول لكم ان صدرين الفراخ بيعملوا لي كميه حلوه قوي، طبعا تقدري تضاعفي الكميه لو عايزه تكتري يعني، ولكن انا شايفه ان صدرين الفراخ حلوين جدا، بياكلوا 4 و5 افراد كمان مع الرز طبعا. خلصت الكميه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين كده. يلا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنسوي ازاي. طاسه عندي او حله كبيره على النار، هبدا انزل بمعلقتين 3 كبار من الزيت. طبعا الطاسه هتكون سخنه جدا. بعد كده هبتدي انزل بقطع الفراخ اللي عندي. اكيد اخدين بالكم طبعا ان الطاسه عندي سخنه جدا. هسيب بقى كمية الفراخ كلها كده، مش هقلب دلوقتي، هاجي بعد 5 دقايق كده والنار عالية جدا، وبعد كده هبتدي اشوف كده اقلب. الغرض طبعا دلوقتي آه من نزول الفراخ كلها مرة واحدة، وان انا اسيبها ان هي تاخد صدمة، فتحتفظ بالعصارة بتاعتها جواها وتفضل طرية. ولكن بعد كده انا عايزاها تتحمر، يعني عايزاها تاخد اللون الذهبي الغامق من الناحيتين، مش الناحيتين يعني، عموما الناحية الاولانية هتكون ساعتها في الوقت دوت كده حوالي نص سوا. بصوا هو ده اللون اللي انا عايزاه. انا بس هتأكد ان كل قطعة من الفراخ اخدت اللون دوت من تحت، اللون البني الغامق او اللون الذهبي الغامق. انا قربت لكم الصورة عشان اوريكم بس ايه الشكل اللي انا عايزاه. خلاص كده تمام. ما خدتش اللون ده من الناحية التانية ولكن بدأت تبقى لونها ذهبي. هبتدي بقى اخرج الفراخ عندي، انا مش عايزة اكتر من كده في الوقت دوت. حمرت الفراخ لحد ما اخدت لون ذهبي غامق من ناحية، وبدأ لونها من الناحية التانية يغير كده، تمام جدا. هخرجها بقى في طبق خارجي كده، وتعالوا بعد كده نشوف هنعمل ايه. في نفس الطاسة في نفس الطاسة هحط كمان معلقة كبيرة من السمنة. طبعا احنا كنا حاطين في الأول معلقة حاطين زيت يعني، كمية الزيت بتاعتنا. دلوقتي بقى احط معلقتين كبار من السمنة، ومعاهم بصلاية مفرومة. هبدأ اقلب البصلاية كده لحد ما البصلاية عندي تبتدي تدبل. بصلاية واحدة بس كفاية يا جماعة. طبعا احنا كده هنجهز الصوص. احلى حاجه في الوصفه دي ان هي سريعه قوي وسهله قوي، بس نتيجتها حلوه جدا. بعد كده بقى احط معلقتين كبار من الدقيق مع البصل، وهبتدي اقلب كويس جدا. بمجرد ما بحط الدقيق لازم ايدي تبقى في الطاسه كويس قوي، ابدا اقلب علشان طبعا مش عايزه الدقيق يتكلكع معايا. اول ما الدقيق عندي يبتدي يستوي، يبتدي ياخد لون اصفر كده بسيط جدا، هاخد بالي منه كده وانا واقفه. تمام، لونه هيغير بسيط جدا. هبتدي انزل بالصلصه. الصلصة هنا عندي معلقتين كبار من الصلصة. هبتدي اقلب الصلصة بقى مع الدقيق والبصل. الغرض عندي هنا ان انا هشوح الصلصة مع البصل لحد ما
تتسبِّك يعني عشان ما تعملش حموضة طبعًا، يعني عايزة إيه أدّيها كام تقليبة كده حوالي 3، 4 دقايق علشان أتأكد إن الصلصة عندي استوت في الأول وما تعملّيش حموضة. بعد كده بقى هانزل بكوباية من الحليب، يُفضّل طبعًا الحليب يكون بارد، وهابدأ أقلِّب كويس، كويس أوي كمان، عشان مش عايزة طبعًا الدقيق يكلكع، وكمان هانزل عندي بكوباية من المرقة. أي مرقة عندي أنا على طول دايمًا باحُط مرقة عندي في الفريزر، باكون عاملة أي حاجة دسمة آخُد منها مرقة وأشيلها في الفريزر على طول، بتنفعني بصراحة في أي وقت زي كده، يعني زي ما أنتم شايفين الوصفة عايزة مرقة وأنا ما عنديش في الوصفة حاجة ادّتني مرقة، فأخدت على طول من اللي أنا مفرّزاها وحطيتها، تمام، حطيت المرقة واللبن وقلّبت كويس جدًا، جدًا، هافضل أقلّب كويس جدًا لحد ما الخليط عندي يبتدي يبقى سميك شوية، زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. بعد كده بقى أول ما يبتدي يبقبق كده ويغلي هابتدي أضيف معلقة من التوم البودر، معلقة صغيرة من التوم البودر، بس كده، أنا مش عايزة توابل أبدًا تاني، هو ده اللي هاحتاجه بس من التوابل، معلقة صغيرة من التوم البودر، وبعد كده بقى بدأت أنزل بكمية الفراخ كلها، خلاص كده هاسيب بقى الفراخ كده مع الصوص الحلو دوّة تكمّل سواها، إحنا قُلنا هي كانت نُص سوا، هاحط الملح وهاسيبها حوالي ربع ساعة كمان، هتكون الفراخ عندي استوت 100%. وهيكون كمان الصوص اتركّز أكتر، والاتنين أخدوا من طعم بعض، في منتهى الروعة بجد. عملت جنبها بقى شوية من الرز اللي بشعرية، وضِفت عليه الفراخ كده زي ما أنتم شايفين، تقدروا تعملوا رز أبيض، تقدروا تعملوا مكرونة، تقدروا تاكلوها بالعيش الفينو تبقى حلوة جدًا لو ساندوتشات، هتبقى في منتهى الروعة. ولكن أحلى حاجة بجد جرّبتها بيها هي الرز اللي بشعرية. كانت دي أول وصفة معانا في المنيو صدور الفراخ بطريقة جديدة هتعجبكم جدًا، جربوها وعلى ضمانتي إن شاء الله هتبقى معتمدة عندكم، سهلة وبسيطة وسريعة وفكرة جديدة. يالّا نشوف بقى تاني وصفة في المنيو هتكون إيه، هتكون الكبدة البانيه اللي كلنا بنحب ناكلها طبعًا برّه، بس في البيت بتفُك معانا الطبقة الخارجية، جاية لكم النهارده أقول لكم استحالة تفُك معاكم، تعالوا نشوف هنعملها إزاي. مبدئيًا عندي نُص كيلو من الكبدة، أنا قطّعته كده بانيه يعني شرايح وسط مش رفيّعة أوي ومش سميكة أوي، خلاص؟ لو الجزار هيقطّعها لِك قولي له يقطّعها لِك نفس التقطيعة يعني شرايح وسط. التتبيلة بقى بسيطة جدًا وهي عصير ليمون معلقتين عصير ليمون وكمان معلقتين من الخل، عندي معلقة كبيرة من الكمون والملح الفلفل الأسود طبعًا، وكمان معلقة من التوم البودر، معلقة من البصل البودر، واضبط الملح بتاعي طبعًا، وهابتدي بعد كده بقى أقلِّب كويس أوي الكبدة في الخلطة دي، أظن ما فيش أبسط ولا أسهل من كده. طبعًا إحنا مش هنسيب الكبدة وقت كبير متّبلة، يعني بالكتير أوي ربع ساعة، نُص ساعة. يالّا نحضّر بقى الطبقة الخارجية. عندي كوباية من الردة الناعمة، لكل كوباية من الردة الناعمة باضيف عليها نُص كوباية من الدقيق، وكمان نُص كوباية من النشا، هابتدي بقى أقلِّب كويس جدًا، يبقى أنا عندي مبدئيًا الردة هتكون ناعمة، كل كوباية ردة ليها نُص كوباية من الدقيق، وكمان نُص كوباية من النشا، عايزة أقول لكم الميكس ده في الطبقة الخارجية عمره ما هيفُك معاكِ أبدًا، وهيطلّع لِك طبقة ممتازة، ماسكة على البانيه، وكمان بتقرمش كده حاجة جميلة جدًا يعني. هابدأ بقى آخد الكبدة عندي زي ما أنتم شايفين كده، وهانزّلها في الطبقة الخارجية، هاضغط عليها كويس أوي، وهانفّض الباقي زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. هي سهلة وبسيطة، وبجد من الأكلات السريعة جدًا، ما بتاخدش معانا أي وقت، وطبعًا أنا عاملة معاكِ نُص كيلو بس، تقدري تضاعفي الكمية زي ما أنتِ عايزة. وللي أول مرّة يشوفني طبعًا القناة هنا ملخصات المنيوهات بتبقى ملخصات سريعة جدًا للوصفات، بادّيكم فيهم أفكار ل7 وصفات يكونوا جاهزين معاكم للغدا إن شاء الله أو أي منيو. ولكن الوصفات كلها بالتفصيل منفصلة موجودة على قناتي الأولى يوميات ليلى. يلا بقى خلصنا الكبدة كلها تعالوا نسويها. زيت عندي طبعا أهم حاجة الزيت يكون سخن، هبتدي أنزل فيه بقى بالكبدة اللي عندي. أنا هنا بس استنيت دقيقة ما حسيتش إن الزيت سخن زي ما أنا عايزة. بدأت بعد كده أنزل بالكمية اللي أنا عايزاها، طبعا ما تكتريش كتير في الطاسة علشان أولا ما تبرديش الزيت وعلشان الكبدة تاخد راحتها، هي مش بتاخد وقت معانا. تمام، يعني هو مثلًا بالكتير أوي 5 دقايق من الناحية دي و5 دقايق من الناحية دي، 7 دقايق بالكتير،
وهابتدي أقلب الكبدة، لإن طبعًا كلنا عارفين الكبدة ما بتاخدش سِوَى كتير، بس لو أخدت سِوَى كتير بتشد معايا وما بتبقاش ألطف حاجة، يعني بتدّيكِ نتيجة عكسية. خلاص، هنا أنا قعدتها بالضبط 5 دقايق، وبدأت بعد كده أقلّبها، مش باقلب كل ناحية كذا مرّة، لأ هي مرّة واحدة بس. أنا باكتفي جدًا إن هي تاخد تسوية 10 دقايق، بتطلع في منتهى الروعة. خلاص كده تمام. زي ما اتفقنا الكبدة مش المفروض إن هي تقعد كتير على النار، لإن هي بتشد، يعني إيه، كده الكبدة بتكون خلاص استوت. وعلى فكرة في أي وصفة يا جماعة فيها كبدة، يعني بلاش نسويها بزيادة، مش هتحسوا أصلًا بطعم الكبدة سبحان الله يعني، باحس إن طعمها بدأ يروح. هابتدي بعد كده أنزل بكمية الكبدة الباقية وهكذا لحد ما أخلّص الكمية كلها، وهتكون عملتوا أحلى كبدة بانيه. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله طالعة شكلها يجنن، لونها يجنن، الطبقة الخارجية ما فكِّتش أبدًا، طرية من جوّه كده، طعمها حلو جدًا، ما خدتش وقت، سريعة في التحضير، يعني أكلة بجد جميلة. تعالوا نشوف الوصفة اللي بعد كده هتكون إيه. طاجن اللحمة بالخضار. الطاجن ده ولا أروع من كده، يعني لو عندِك عزومة كده وناس بتحبيهم اعملي لهم الطاجن ده. يالّا بينا نشوف عملناه إزاي. معلقتين 3 كبار من الزيت، هابتدي أضيف فيهم بقى قطع اللحمة اللي عندي. أنا هنا مستخدمة نُص كيلو من اللحمة، تمام. هابتدي أنزل باللحمة كلها اللي عندي، وطبعًا أنا هنا مقطّعة اللحمة قطع كبيرة، تقدري تقطّعيها أصغر من كده، ولكن أنا شايفة إن القطعة دي إلى حدٍ ما مناسبة للطواجن. هتكِش شوية تمام، هتبقى هي دي الحجم المطلوب. هاسيبها حوالي 10 دقايق تاخد اللون الدهبي الغامق من تحت، زي ما اتعودنا في أي طريقة لحمة بنعملها، وبعد كده هابتدي أقلب، وهاسيبها تاخد نفس اللون من الناحية التانية. هابتدي أقلِّب كويس علشان أتأكد إن هي اتحمّرت. طبعًا تقدري تضاعفي كمية اللحمة أو تقلليها زي ما أنتِ حابة. خلاص اتأكدت إن اللحمة عندي اتحمّرت كويس أوي، يالّا بقى هنجيب شوية من المَيّة المغليين، وهابتدي أغطّي بيهم اللحمة تمامًا، وأعلّي كمان عن التغطية، لإن أنا في الوقت ده هاسلُق اللحمة، هاسيب اللحمة تتسلق في نفس الحلة أو في نفس الطاسة اللي شوّحت فيها اللحمة. خلاص كده، هاسيبها تاخد لها غلوة كده، وبعد كده هابتدي بقى هيكون الريم عندي ظهر على الوش، الريم اللي بيعمل شوية من الزفارة وبيعكّر لي الشوربة شوية، هابتدي أطلّعه برّه، أشيله، هانضّف الريم اللي على الوش كلّه. طبعًا أنتم واخدين بالكم أنا ما حطيتش بهارات، ما حطيتش ملح ولا أي حاجة. هابتدي بعد كده بقى أحط البصل، وهاحط ورق لوري والحبهان، وفصوص من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من السكر. البصل هنا أنا مستخدمة بصلاية مقطعاها اربع. هاسيب بقى اللحمة على جنب تستوي، تعالوا نجهز بعد كده البطاطس عندي. بطاطساية عندي بدأت أقطعها زي ما انتم شايفين كده شرايح سميكة. تقدري تكتري في البطاطس، أنا هنا شايفة إن البطاطس عندي معقولة لكمية اللحمة والطاجن اللي هحط فيه. طاسة بقى عندي على جنب هبتدي أحط فيها معلقتين كبار من الزيت، وهنزل فيها بفصوص توم على قد ما انت عايزة بقى، على قد الكمية اللي انت عايزاها. أنا هنا نزلت بحوالي 10 فصوص من التوم، صغير وكبير زي ما انتم شايفين كده. سبت التوم لحد ما اتحمر واخد عني اللون الذهبي الغامق اللي شفتوه ده، وبعد كده هبتدي انزل ببصلتين كبار متقطعين جوليان، وكمان فلفلتين رومي متقطعين جوليان، يعني شرايح. هبتدي اقلبهم لحد ما يبداوا يتبالوا معايا شويه، يعني حوالي 5 دقايق كده على النار. طبعا انا عايزه اسوي الخضار. هبتدي بعد كده اضيف بقى التوابل عندي على الخضار، معلقه كبيره من الكزبره، وشويه من الفلفل الاسود، وشويه صغيرين جدا من معلقه صغيره من السبع بهارات. قلبنا بقى الخضار مع التوابل كويس قوي. خلاص كده تمام. هيبدأ عندي الخضار يدبل شوية، وده المطلوب. هبتدي بعد كده اضيف له طماطميتين مبشورين منزوعين الجلد، يعني نقدر نقطعهم مكعبات برضو، ولكن انا عايزة الجلد ما يكونش موجود، فانا بستسهل واخليهم مبشورين اكتر، يعني احسن بالنسبة لي. بعد كده بقى هبتدي انزل عندي بشوية من الشوربة. خلاص، شوية من الشوربة هغطي الخضار. طبعا انا اخدت من الشوربة عندي اللي سويت بيها اللحمة، هسيبهم مع بعض يستووا. خلاص كده تمام. زي ما انتم شايفين كده الخضار خلاص استوى. نيجي بقى البطاطس اللي قطعناها، هنبتدي نحمرها في الزيت عادي جدا. عايزه اقول لكم الطاجن خطواته طويله شويه، ولكن
طعمه النهائي حلو جدا، وبيديني بجد اكله روعه روعه روعه. يا جماعه لازم تجربوا الطاجن ده. الخطوات يعني لو هتشوفوها كده قدامكم هتلاقوها طويله شويه لكن سهله، يعني مش صعبه. يعني نعتبر نفسنا بنعمل محشي او مكرونه بشاميل، بس الطاجن ده بجد في منتهى الجمال. هتاخد البطاطس اللون الذهبي الغامق كده او الفاتح من الجنب، يعني تبتدي تستوي شويه. هبتدي اقلبها على الناحيه التانية. انا مش عايزاها تستوي سوا كامل، انا بس عايزه اديها اللون الذهبي الحلو ده من الناحيتين. خلاص كده تمام. قعدت عندي حوالي يعني 10 دقايق على النار. طلعتها وصفيتها كويس، طلعتها. اللحمه زي ما انتم شايفين كده خلاص استوت. الشوربه بدات تاثر. طبعا اخدت منها كمان زي ما قلت لكم الخضار. هديها بقى الملح بتاعها، وهتاخد غلوتين 3 كده وهطفي عليها. كده اللحمه عندي جاهزه، الخضار عندي جاهز، كمان البطاطس عندي جاهزه. يلا بقى بينا نشوف هنركب الطبق بتاعنا او الطاجن بتاعنا ازاي. انا هنا مستخدمه الطاجن البايركس. هبتدي ارص فيه البطاطس. استخدمي اي طاجن عندك او اي صينيه كمان. خلاص كده تمام. حطيت كميه البطاطس كلها زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى انزل بكميه الخضار. هنزل هنا بنص كميه الخضار بس. المطلوب مني دلوقتي ان هغطي نص كميه الخضار دي. تمام كده. هبتدي بعد كده بقى اول ما هغطي البطاطس كويس قوي بنص كميه الخضار الموجوده عندي، هبتدي بعد كده ارص عندي اللحمه. اللحمه عندي احنا اتفقنا ان هي خلاص استوت سوا كامل. اللحمه عندي مستويه سوا كامل، ولكن انا ركبت الطاجن على بعضه وهحطه في الفرن طبعا ياخد كله تاني من طعم بعضه. تخيلوا بقى النتيجه هتبقى عامله ازاي. خلاص كده تمام. اللحمه بتاعتي كلها حطيتها. زي ما قلت لكم انا كنت مستخدمه نص كيلو من اللحمه، تقدري تكتري او تقللي على حسب اللي عندك. هاخد بقى بقية كمية الخضار وهبتدي اغطي بيه وش اللحمة كله. خلاص تمام كده. الصوص اللي اتبقى مني من الخضار هغطيه. هبتدي بقى احط معلقة كبيرة من السمنة. طبعا انتوا اخدتوا بالكم انا ما حطيتش آه سمنة. يعني كنت بشتغل معظم الحاجات بعملها بالزيت، فحبيت احط معلقة سمنة كده طعمه، وكمان قرن من الفلفل الحامي. ممكن تستغنوا عن السمنة لو مش حابين تحطوا دهون تاني. هغطي بقى الطاجن كويس قوي بالفويل، وهدخله على الفرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة عالية لمدة نص ساعة بس. نص ساعة مش أكتر. هيكون الطاجن عندي اتسبك كله مع بعض وأخد من طعم بعضه حاجة كده، يعني في منتهى الروعة والجمال. تعالوا نغرف كده الطاجن بتاعنا جنب شوية من الرز ونشوف الجمال. بصوا بقى البطاطس طالعة مستوية جدا مهرية ما شاء الله. اللحمة مستوية جدا جدا. عايزة اوريكم بس اللحمة قد ايه مستوية. الطعم بقى النهائي روعة. جربوه بجد على ضمانتي. طاجن في منتهى الجمال. تعالوا نشوف الوصفة اللي معانا بعد كده هتكون ايه. طاجن السمك الفيليه. الوصفة دي من الوصفات الخفيفة السهلة السريعة. حابين تاكلوا سمك خلوه طاجن سمك. بجد هيبقى في منتهى الروعة، خفيف جدا. تعالوا نشوف هنعمله ازاي، وهو بسيط كمان في التحضير. بطاطساية كبيرة هبتدي اقطعها شرايح وسط، مش عايزاها سميكة. اخدتوا بالكم في الطاجن احنا كنا مقطعينها سميكة، لا انا هنا هعملها وسط. هبتدي اخد الشرايح دي وارصها عندي في القالب او في الطاجن اللي هسوي فيه او الصينية. انا هنا مستخدمة بطاطساية كبيرة لاني مستخدمة نص كيلو بس من السمك. تقدروا تستخدموا كمية اكبر لو مستخدمين سمك اكتر. الخلطة بقى بتاعت السمك البسيطة: طماطمية مبشورة، فلفل متقطع صغير تقدري تستخدمي رومي أو حامي، جزرية مبشورة، معلقتين كبار من الكزبرة، وكمان معلقتين كبار من الكرفس. تمام كده. كمان معلقة كبيرة عندي من التوم. تقدري تحطي كمان شبت لو عايزة. معلقتين كبار بقى من المستردة، ومعلقتين كبار برضو من الزيت. معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الملح، ولو عندك توابل سمك حطي معلقة كبيرة. طبعا عصير الليمون، عصير ليمونه واحده. عايزه اقول لك الخلطه دي حلوه جدا، تقدري تحشي بيها سمك، تقدري تعملي بيها اي نوع سمك بجد. هتعرفوا من ريحتها هي قد ايه جميله. قلبي بقى الخلطه دي كويس قوي قوي. هناخد جزء من الخلطه وندهن بيه البطاطس. اشرب بيها كده اشرب بالخلطه يعني بطاطس شويه علشان طبعا هديها طعم. بعد كده هبتدي اجيب السمك اللي عندي بعد ما غسلته وشطفته، ما بغسلوش بملح ولا اي حاجه السمك يا جماعه. اديله بس كام شطفه كده وخلاص. هرصه بقى. انا هنا مستخدمه السمك الفيليه البلطي. استخدمي اي نوع سمك متوفر عندك اللي تحبيه. هبتدي اخد بقى جزء من الخلطه كده وهبتدي ادهن السمك كويس قوي، اعمله تدليك كويس قوي.
من الناحيتين زي ما انتوا شايفين. طبعا كلنا عارفين ان احنا مش بنسيب السمك يتبل، لا بندخله على طول الفرن او نقليه على طول. بس كده خلاص، كده الطاجن عندي جاهز. حطه بقى في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نص ساعة بالكتير هيكون استوى، لأن السمك عندي طبعا انتوا عارفين ما بياخدش سوا خالص. البطاطس كمان أنا مقطعاها حجم وسط، يعني مش تاخد برضو سوا. نص ساعة كفيلة جدا إن هي تخلي الطاجن عندي مستوي 100%. السمك الفيليه ما بياخدش سوا خالص، ومش عايزة أكتر في سواه. بصوا بقى كلوا مع الرز الأبيض وهم حاجة في منتهى الروعة بجد. التتبيلة دي مميزة جدا جدا يا جماعة. عايزة اقول لكم ممكن تعملوا بيها السمك المقلي، حتى هيخليه في حتة تانية. واي نوع سمك عموما، يعني حتى السنجاري اعملوه بالتتبيلة دي. دي كانت وصفة معانا في المنيو، بسيطة وسهلة، جربوها. يلا نشوف الوصفة اللي بعد كده ايه. الحمام يعني ايه ما يفرقعش معاكي ويطلع بالجمال ده، حشوة ممتازة، طعم ولا اروع من كده. تعالوا نشوف ازاي. تعالوا الاول طبعا نحضر حشوة الحمام. معلقتين كبار من السمنة، وهنزل بكمية البصل اللي عندي. انا هنا بحب اكتر البصل في حشوات الحمام عموما. البصل عندي هسيبه لحد ما لونه يكرمل كده او ياخد اللون الذهبي الغامق. هنزل عليه بكمية الرز. انا هنا مستخدمة كوبايتين كبار من الرز، غسلاهم بس مش نقعاهم. هحط بقى فلفل اسود، هحط ورق لورا، هحط حبهان، هحط معلقة كبيرة من القرفة. لو عندك طبعا مطحون الحبهان مع اللورا، يا ريت تضيفي معلقة كبيرة احسن. لو مش عندك اعملي زي كده، ورقتين لورا وشوية حبهان وخلاص. هبتدي اقلب كويس قوي لحد ما ريحة التوابل دي تطلع، وكمان الرز عندي يتحمر. بعد كده هضيف الملح بتاعه. انا بحمر الرز كويس قوي قوي قبل اضافة اي سوائل، لان بحب دايما الرز من جوه يبقى مفلفل كده مش معجن ابدا. هضيف بقى المية عندي. المية عندي خدوا بالكم مش هتغطي الرز، هتكون بين الرز كده. لما هقلب دلوقتي هتشوفوها، هتكون بين الرز مش مغطية الرز خالص. خلاص كده تمام. هسيب بقى الرز عندي بس يتشرب المية. مجرد ان هو يتشرب المية هيكون استوى عندي حوالي نص سوا، وهو ده المطلوب. وده اول سبب يخلي عندي الحمام عمره ما يفرقع. الرز عندي مش ني خالص، لا مستوي نص سوا. خلاص تمام كده. خليكم معايا هقول لكم تكه تكه كده ايه اللي يخلي الحمام ما يفرقعش خالص. احنا قلنا اول حاجه الرز عندي مش مستوي سوا كامل ولا ني خالص، مستوي نص سوا. جبت بقى الحمام عندي الكميه اللي انت عايزاها او العدد اللي انت عايزاه يعني. اهم حاجه نغسل الحمام كويس جدا جدا. خلاص كده تمام. ببتدي اخد الحشوة احطها في الحمام من جوه، وبعد كده بحشي في الصدر. بقفل بالكبد والقوانص. طبعا في ناس بتحب تعمل الكبد والقوانص في الرز. لو حابه كده قطعيهم صغير وابداي شوحيهم مع البصل ومع الرز، مفيش اي مشكله. ولكن انا مش بحبهم كده، فانا بقفل بيهم الحمام، بكتفي بكده يعني. خلاص. يعني لو حابه تحطي الكبد والقوانص في الخلطه مفيش مشكله، حطيها مع البصل الاول وبعد كده انزلي بالرز وشوحي. وبنفس الطريقه عادي هنكمل. انا هنا بقفل بيهم زي ما انتم شايفين كده، وبكتف الحمام عندي. وبعد كده ببتدي احشي من الصدر. هخلص كميه الحمام كلها بنفس الشكل. في الوقت ده طبعا انا رافعه عندي ميه سخنه على النار. رافعه ميه عشان تغلي، يعني علشان اسوي فيها الحمام على طول. وتعالوا بينا كده نشوف هنسوي الحمام ازاي، لان تسويه الحمام هنا سر من اسرار تخليه كمان ما يفرقعش معاكي ابدا. خلصت الكميه كلها، يلا بينا. طبعا ميه بتغلي، حطيت فيها بصل، لورا، حبهان، فصوص من الفلفل الاسود. اخدت الحمامه زي ما انتم شايفينها كده بعد ما حشيتها على مصفى، وبدات انزلها في الميه المغليه. اخليها تلمس الميه المغليه واطلعها تاني، تلمس الميه المغليه واطلعها تاني. طب حد هيقول لي الحركه دي بتعمل ايه؟ الحركه دي بتقفل عندي الجلد للحمام، بتقفل الجلد بتاع الحمام على الحمام، وبتدي الرز حجمه بيتمدد شويه. خلاص كده، فبحس ان خلاص تمام كده. لو نزلت واستوت مهما حصل مش هتفرقع معايا ابدا ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده اخدت سواها وطلعت كلها ما شاء الله من غير ما تفرقع خالص. ايا كان حجم الحمام عندك، والحشوه زي ما انتوا شايفين كانت كبيره ما شاء الله. الماده الدهنيه بتاعتي بقى انا بستخدم سمنه وزيت. هحط فيهم كميه من الملح والفلفل الاسود عشان ما يطرطش معايا. هاتي بقى الحمامه كده وفي شويه من اللبن قلبيها فيها، هتديكي لون ولا اروع من كده. طب مش عندي لبن، حته قشطه وادهني على وش الحمام، وادهني الحمام وقلبيه. هتاخدي لون
اللي بناكله كلنا في المطاعم بنبقى عايزين نوصله في البيت ومش عارفين. يبقى انا كده قلت لك كل اسرار وتكات اللي بتطلع معاكي الحمام من غير ما يفرقع وياخد اللون الحلو ده. حشوه رهيبه، الرز من جوه اللهم بارك، يعني حاجه في منتهى الجمال. بصوا بقى، اخدتوا بالكم طبعا انا ببدا اقلب الحمام كده على كل جنب، واديله طبعا دهنه من الحليب لو عوزت تاني، علشان اتاكد ان الحمامه كلها واخده اللون الذهبي الغامق من كل النواحي. انا مش بعرف اكل الحمام ابدا لما يكون واخد اللون ده من كل ناحيه. خلاص كده تمام، ده اللون المطلوب زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. اظن مفيش احلى ولا اجمل ولا اروع من كده. هنخرجه بقى ونصفيه كده. الحمام عندي جاهز. ايا كان حجم الحمام عندك احشيه بالطريقه دي، واوعدك الحشوه هتكون مستويه من جوه، الرز مفلفل، عمره ما هيفرقع معاكي وانتي بتسويه وانتي بتسلقيه ابدا. وزي ما انتم شايفين احنا سلقناه وما فرقعش معانا. جربوا بس الطريقه دي وامشوا على الخطوات، هتطلعوا احلى حمام ان شاء الله من جماله. هتحبوا بعد كده تعملوه في اي عزومه. تعالوا نشوف الوصفة اللي بعد كده، هي طاجن اللحمة بالبامية، أو طاجن البامية باللحمة. طبعا للناس اللي بتحب البامية فالطاجن ده عندهم طاجن من الحاجات يعني المقدسة بالنسبة لهم في الأكل. تعالوا نشوف عملناه ازاي، وأوعدك نتيجة طبعا مظبوطة وروعة. معلقتين كبار من السمنة هنزل فيهم، أو معاهم كده بقطعتين 3 من اللية، تقدروا تستغنوا عن اللية. ومعلقتين من الزيت. طب أنا نزلت ليه باللية؟ عشان الطاجن ده من الآخر كده المفروض يتعمل باللحمة الضاني، بيكون في حتة تانية، ولكن أنا ما كانش عندي لحمة ضاني فعملته بالموزة عادي جدا، ولكن نزلت بكام قطعة من اللي هي كده طعمولي الطاجن وهيخلوه في حتة تانية. خلاص، هبتدي بقى انزل باللحمة عندي، وتكون الطاسة طبعا سخنة جدا. هنزل كمان بشوية من الفلفل الاسود، وكام حباية من الحبهان واللورة. هسيب اللحمة طبعا تاخد اللون الذهبي الغامق زي ما اتعودنا، يعني حوالي كده 10 دقايق او يعني 7 8 دقايق ايا كان هتاخد معاكي على حسب درجة الحرارة اللي انت معلية عليها البوتاجاز. اهم حاجة ان هي مش تتحرق يعني. تاخد اللون الذهبي الغامق ده وابتدي اقلبها، وطبعا هديها نفس اللون من الناحية التانية. تمام كده، خلاص اتحمرت معايا وتمام وزي الفل. عندي بقى بصلتين كبار مفرومين، هاخد بصلايه منهم كده الاول مع اللحمه، وكمان معلقه صغيره من الثوم المفروم. هبتدي اقلب البصل مع اللحمه كويس لحد ما يتبلوا واشم ريحه الثوم. بعد كده بقى هبتدي انزل بمعلقتين كبار من صلصه الطماطم. هبتدي اقلب كويس قوي، وبعدين كمان هنزل عندي بعصير الطماطم. انا هنا طبعا كنت مفرزه الطماطم، تقدري تنزلي بعصير فريش عادي، ولكن انا كنت مفرزاه. هسيبهم بقى مع بعض كده لما يتسبكوا خالص. هبتدي انزل بكوبايه من الميه وهسيبهم يكملوا تسويه مع اللحمه. تمام، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. طاسه عندي بعد كده هحط فيها معلقه كبيره من السمنه، بقيه البصل اللي انا شيلته على جنب، ومعلقه من الثوم المفروم، وهبتدي اشوح كده البصل مع الثوم. وطبعا انا عايزه اقول لكم ان انا بعمل الخضار بتاعي كله بنفس الطريقه، سواء هعمله في طاجن او هعمله مطبوخ عادي. باخد البصل مع التوم اشوحهم، اول ما ريحه التوم تطلع كده ويتبالوا بسيط بنزل بالخضار عندي وابتدي اقلب فيه. عايزه اقول لكم ان الحركه دي مع اي خضار بتديني اولا لون حلو جدا للخضار اللي عندي، ثانيا بتكون خفيفه على المعده يا جماعه. انا مش بسبك يعني، مش بحمر البصل ولا اديله لون ذهبي ولا اي حاجه في الخضار، ايا كان نوع الخضار او ايا كانت الطريقه. خلاص تمام كده، شوحت البامية مع البصل والثوم زي ما انتم شفتوا لونها كان اخضر جميل. تعالوا بقى نشوف اللحمة عندي هنا استوت 3/4 سوا. خلاص انا سبتها تستوي 3/4 سوا، يعني حوالي ساعة الا ربع بعد التشويح. طبعا كل قطعية لحمة بتختلف عن القطعية التانية يعني في التسوية. حطيت البامية كمان، هزود عليهم بقى شوية من المية، هسيبهم مع بعض يتسبكوا يبقبقوا كده زي ما انتم شايفين. حطي بقى الملح بتاعك، ظبطوا الملح، هنقلب كويس. خلاص كده انا شايفه الباميه كده تمام. هبتدي بس كل اللي انا هعمله ان انا هحطها في طاجن وعلى الفرن. هجيب الطاجن بقى اللي عايزه اقدم فيه، وهبتدي انزل بكميه الباميه واللحمه اللي عندي كلها. طبعا هظبط بقى الطاجن كده واظبط شكله، وهبتدي اخرج اللحمه عندي على الوش الى حد ما يعني. بحب اللحمه دايما تتحمر على الوش الطاجن وتاخد لون حلو. خلاص كده تمام، اخدت عندي يعني
نص ساعة بالكتير، ربع ساعة على حسب درجة حرارة الفرن كانت اتسبكت. اللحمة عندي واخدة اللون الحلو قوي ده، ما شاء الله، مش مستوية مهرية زي حتة الزبدة بالظبط. طبعا كل حاجة مستوية قبل ما ندخل الفرن. بس كده، طاجن البامية ده من أروع الطواجن يا جماعة بجد، حلو جدا، والبامية موجودة اهي، جربوه. يلا بقى نشوف آخر وصفة معانا في المنيو هتكون ايه. هيكون الحواوشي المصري بتاعنا. الحواوشي أكلة مصرية جميلة جدا، لو أي حد بيتابعني من بره مصر أنصحكم تجربوه، لأنها أكلة ما تتفوتش بجد. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. مبدئيا كده عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، تقدري تستخدمي كمية اللحمة اللي انت عايزاها وضعف المقادير. عليها جزرية كبيرة مبشورة، عليها ليا مبشورة. ما ينفعش تعملوا حواوشي من غير ليا. اللي مش عايز يعمله يعني ضيفوا معلقة سمنة، ولكن مش هديكوا نفس النتيجة. قد ايه ليا؟ يعني حوالي 100 جرام، مش بكتر. ضيفي بقى كمية البصل اللي انت عايزاها. انا عن نفسي كهالة يعني بحب احط قد اللحمة بصل، ويمكن اكتر كمان. اولا مش بيزود لي كمية بس، لا بيديني كمان طعم مسكر جدا جدا. التوابل عندي بقى: معلقة من السبع بهارات، وكمان شوية من الجنزبيل، معلقة من مطحون اللورة على الحبهان، شوية قرفة، ملح. خلاص كده تمام، البهارات عندي جاهزة. قلبه بقى كويس جدا. عايزه اقول لكم ان في كيس كده للبهارات الحواوشي بيتباع بره. انا استخدمته اكتر من مره بصراحه، واكتر من شركه، ولكن ما عجبنيش ابدا، وهقول لكم ليه ما عجبنيش. لان طعم البهارات كان طاغي فيه على طعم اللحمه، يعني كميه البهارات كتيره قوي يا جماعه. تمام. انا عايزه احس ان انا باكل حواوشي، يعني لحمه بالعيش، تكون متبهره مفيش مشكله، بس احس بطعم اللحمه، مش احس ان انا باكل بهاراته بس. تمام، فهمتوني يعني. عشان كده قررت ان انا اعمل البهارات بنفسي. بعد كده بقى هبتدي ادخن اللحمه. تقدروا تستغنوا عن الخطوه دي خالص لو مش حابينها. انا حطيت هنا فحمه متولعه، وطفيتها بمعلقه من السمنه، سبتها حوالي 10 دقايق. اللحمه عندي بقت ريحتها مدخنه. طبعا احنا نقدر ناخد الحواوشي ده ونشويه على الشوايه، يعني اللي هو الشوايه اللي بنشوي عليها الفراخ وكده، على الفحم يعني. ولكن طبعا انا هسويه معاكم النهارده في البوتاجاز، على البوتاجاز على طول، مش في الفرن. هبتدي اجيب العيش بتاعي، هفتحه بالمقص كده، زي ما انتم شايفين، مش بفتح العيش للاخر. هبتدي اخد بقى كميه اللحمه. ركزوا في كميه اللحمه يا جماعه. زي ما اتفقت معاكم من شويه في البهارات، ان انا عايزه احس بطعم اللحمه مع العيش. وده طبعا يخلينا نعمل ايه، ناخد كميه مناسبه من اللحمه. يعني انا مش بحب ابدا احط كميه لحمه كتيره قوي في العيش، فحس ان انا باكل لحمه بس، ولا احط كميه قليله جدا فما احسش بطعم اللحمه. خير الامور الوسط. اللي هعمله ان انا هاخد كميه لحمه متوسطه، هفردها زي ما انتم شفتوا كده على وش العيش، مش على ظهره. وبعد كده هوزعها كويس قوي. وبعد كده الماده الدهنيه اللي عندي اللي بدهن بيها من بره هي الزيت على السمنه، ودي احلى حاجه، ما بتنشفش عندي الحواوشي، بتخليه طري ومقرمش في نفس الوقت كده. يعني معادله حلوه قوي، هتوصلوا لها ان شاء الله لما تجربوا الطريقه دي. اهم حاجه ظبطوا كميه اللحمه جوه الرغيف، عشان احس كده بالميكس الحلو بين اللحمه والعيش. ادهنوا كويس قوي العيش من بره ومن الناحيتين يعني. تعالوا نشوف التسويه اللي مفيش ابسط منها. جريلا عندي على البوتاجاز. انا بستخدم الجريلا الزهر دي من زمان جدا، حلوه جدا. طب لو مش عندنا يبقى اي طاسه او اي صينيه الومنيوم حتى. اللي هعمله ان انا هدهن اللي هسوي عليه الجريلا، اللي هسوي عليها او الطاسه، بالماده الدهنيه اللي عندي. وطبعا انا دهنه العيش كويس قوي من الناحيتين. وهبتدي انزل بالعيش على الوش بتاعه. احنا حطينا اللحمه على الوش ليه؟ نزلت بالعيش على الوش. الوش دايما بيكون ارق من الظهر، فبيسوي عندي اللحمه اسرع. خلاص كده. هبتدي اسيبه حوالي ربع ساعه لما ياخد اللون الحلو ده. هتكون اللحمه عندي بدات تستوي نص سوا تقريبا. هقلب على الناحيه التانية كمان حوالي ربع ساعه. تمام كده، يعني رغيف الحواوشي هياخد معايا تسويه نص ساعه. خلاص. طبعا انا بخلص الكميه وبحط غيرها. عايزه اقول لكم نص كيلو من اللحمه بيعمل لي كميه كبيره من الحواوشي، يعني حوالي مش اقل من 10 ترغيفه. طبعا احنا عارفين اي حواوشي بره دلوقتي بقى سعره كام. الحواوشي يعني يا جماعه، مش الحاجات اللي ربنا يعافينا منها، يعني ما بتكونش لحمه اصلا. يعني سعر السندوتش دلوقتي بره معدي 100 جنيه، لو بناكله من مكان مضمون يعني شويه. ولكن بالنسبه لي انا بصراحه لا بشتريه ب 100 جنيه ولا اشتريه ب 10 جنيه ولا اي حاجه. انا لازم الحواوشي اكون انا اللي عاملاه بنفسي في البيت. واي لحوم عموما مش بحب اكلها ابدا من بره. و يعني مش عارفه، ما حد هيقول عليا موسوسه، لكن انا ما بحبش، ما بضمنش بصراحه.
ليه ما اعملوش في البيت وانا قادره اعمله؟ بصوا بقى اللهم بارك، طري من جوه مقرمش من بره، حاجه كده في منتهى الروعه يعني. حطوا بقى المخلل البلدي بتاعنا الحلو ده وكلوا بألف هنا وشفاء. احلى حاجه تتعمل في البيت بجد، جربوه. وبكده اكون وصلت معاكم لاخر المنيو اللي عملنا فيه 7 وصفات هيكونوا جاهزين معاكي ان شاء الله للغدا. افكار جديده، افكار حلوه، خدي منهم بس اللي يناسبك ويناسب الميزانيه بتاعتك. ان شاء الله الوصفات كلها تعجبكم. طبعا عايزه رايكم، تقولوا لي اكتر وصفه عجبتكم ايه في منيو النهارده. واللي كنتوا اول مره بتشوفوني، طبعا القناه هنا للملخصات السريعه والمنيوهات السريعه للوصفات. منيو بعمل لكم فيه 7 وصفات، بلخص لكم فيها الوصفات علشان تقدروا تستفيدوا بأكتر كمية من الوصفات يعني. ولكن كل وصفة من الوصفات موجودة بالتفصيل على قناتي الأولى يوميات ليلى، لو حابين تتفرجوا على وصفة مفصلة. وطبعا وكالعادة هطلب منكم لو عجبكم الفيديو تعملوا للفيديو لايك وشير، ولو كنتوا أول مرة بتشوفوني بتشوفوا قناتي على اليوتيوب فيشرفني جدا اشتراككم في القناة، وكمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل الوصفات والمنيوهات اللي بتنزل جديد إن شاء الله. يا رب أكون قدرت أفيدكم وأقول لكم مع ألف سلامة.